السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم شيوات فاتحه كنرحب بكم جميع. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لي بتي فور بالوان زاهيه، ان شاء الله، طبعا طبيعيه. نتمنى ان شاء الله تتابعوني نمشيو لطريقه العمل بحول الله. في المقادير كاين 400 غرام ديال الدقيق، كاين 250 غرام ديال الزبده على حراره المطبخ كما راكم تشوفوا، ها هي خليتها برا. كاين هنايا 50 غرام ديال الزيت، يعني كاس قل ربع. كاين كاس قل شويه، يعني 140 غرام ديال السكر، سواء سكر سنيده او سكر كلاصي. كاين 50 غرام ديال المايزينا. كاين معلقه صغيره ديال بيكربونات، اي خماره الحمراء، او 5 غرام. كاين الزا التنسيم، كاين طريقه ديال الملحه، كاين بيضه، كاين جوج صفار ديال البيض. وهنا هادو الملونات، يعني الملونات طبيعيين. هذه ماتشاتي اتاي الاخضر، يعني هذا تعطي اللون الاخضر يعني طبيعيه. اللي ما عندوش يقدر يدير شي الوان اخرين ديال الاكل. وهنا الكاكاو غادي ناخذ منه على حساب القياس اللي بغيت. كاين كما تعرفوا البتي فور خصو بحال هاد الجيب الحلواني، باش هكا تقدروا تخرجوها مزيان. وغادي نستعمل هاد البوق. صافي، هادشي اللي كاين. نمشيو لطريقه العمل بحول الله. كما شفتوا هنايا الزبده عندي على حراره المطبخ، خرجتها بكري باش انني تسهل عليا الخدمه. غادي نديرها كامله 250 غرام في اناء يكون يعني داير غارق. نزيدو سكر، نزيدو ازال التنسيم، ونزيدو طريقه ديال الملحه. حتى اللي بغى يزيد مثلا اما اللوز، اما غبره ديال اللوز، اما الحامض المحكوك يزيد. نزيدو الزيت من بعد ما ضربنا مزيان. نزيدو بيضه وجوج صفار ديال البيض باش تجينا هشيشه، حيت حيدنا بياض البيض. من بعد في هاد الدقيق غادي نديرو المايزينا ونديرو خماره حمراء. هنايا ما غاديش غادي ندير مباشره هذاك اللي درتهم من الفوق باش هكا يتناسبوا لي كلشي، حيت غادي نقسم على 3. خليت هذيك المايزينا من الفوق وهذيك الخماره باش النص نديرو ونخدم به دركي عاد ونقسم. كما شفتوا غادي نقسم دركي باش هكا نقدر نسيطر على الالوان، حيت كاين اللي جاري وكاين اللي غادي العجينه بحال اللي تتشرب. ضروري خصنا يعني نديرو في هاد الوقيته هادي، ما نخليوش حتى نكملوا عاد نديرو باش هكا نقدروا نشوفوا شحال غادي نزيد باش نتحكموا في الدقيق. هنا درت معلقه ديال الكاكاو، هنا كذلك درت معلقه ديال ماتشاتي، تقدروا تعوضوا بالملون. وهنا درت الروح ديال الحامض، وطبعا فيه الملون هكا شريتو. غادي نديرو الدقيق شويه بشويه. هنايا غادي تكون الخدمه يعني تكون عندنا ميزاننا في الدقيق. خص العجينه تجينا رطبه، ما تجيناش قاصحه وتشرب، حيت هذا راه يشرب شويه اكثر الا كان الدقيق يشرب كاع في هذه شويه، حتى هذيك ماتشاتي ولا الكاكاو هما يشربوا. صافي كما شفتوا هذاك هو القوام ديالها. كذلك نديرو هنايا في هذاك في ماتشاتي. الا شفتوا روحكم بحال لي هكا زدتوا شويه، تقدروا ديروا شويه ديال بياض البيض او صفار البيض، تزيدوا المهم شويه بشويه هكا باش ترجع لكم يعني العجينه رطبه. صافي من بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندير في البوشادو من الاحسن انه يكون قاصح بحال هذا الشكل هذا، يعني ما يكونش ديال جوتابل. الا كان ما عندكمش هذاك تقدروا تخدموا غير بالبوق فقط. هنا غادي نديرهم وريضات كما راكم تشوفوا بحال هذا الشكل هذا فقط، واللي بغى يدير شي نوع يقدر ينوع.
كل لون كما شفتوا نخرجوا من بعد، يعني نقي هذاك الجلد مزيان عاد وندير باش هكا يجيني نقي ما يطيحش في هذاك الالوان، يتبدلوا الالوان. صافي هكا نكونوا سالينا. دخلته الفران على درجه 180، حطيته من التحت عاد وطيبته من الفوق، وهذا هو. كاين عاد اللون الاخضر شويه دوزت له الطياب. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. راه ساهل ماهل وكيجيه هشيش ما شاء الله. غادي نوريكم وحده تشوفوها، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. كما انكم يعني تقدروا ديروا سكر كلاصي بدل سكر سنيده. والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.